واعتقد ان معظم من يصل للعظمه يجب ان يكون هكذا، يجب ان يكون مستعد للقيام ببعض التضحيات. لان عدد كبير من الاشخاص يريد ان يكون عظيم وهو يعتقد ان العظمه تاتي مجانا. العظمه في هذه الحياه لا تاتي مجانا. اذا لم تكن مستعد للدوس على الاخرين عدد كبير من احلامك لن تحققها. انت انسان اخلاقي وتتبع الاخلاق وتقول لي لا الصح والغلط احيانا هذا الحاجز الاخلاقي سيجعلك متاخر على الاخلاقيين. لا اقول لك لا تكون لا اخلاقي، اقول لك انه ستاتيك لحظات في الحياه ستضطر للقيام باشياء غير اخلاقيه، اذا لم تقم بها ستبقى في نفس المكان الذي انت فيه. يمكن الحصول على ما تريد بدون الدوس على احد. العالم ليس قصه من قصص ديزني. العالم ليس قصه من قصص اميالات ديزني صديقي. ستوضع في مواقف يا تدوس عليهم يا يدوسون عليك، يا تنكحهم يا ينكحوك، ومعظم الوقت صدقني هم سينكحوك بدون فازلين. حتى الفرصه لكي تجهز نفسك للقتال لن يعطوها لك، سيدوسون عليك مع اول فرصه. انا شخص جرب هذا في الواقع. اذا تعني لك اهدافك شيء ستضطر الى تقديم هذه التنازلات. اذا هذه الاهداف لم تكن تعني لك الشيء الكثير لن تقدم هذه التنازلات. هذا ما اقول لك.